صلوا على النبي يا فراولاتي، عاملين ايه؟ تعالوا النهارده نعمل بقى وصفه جامده جدا جدا. لو عايزه تعملي اي تحليه ما عندكيش مكونات في البيت، هاتي كوبايه من الحليب ورغيفين من العيش العادي بتاعنا ده حتى لو باقي، واغلي الحليب على النار كده كوبايه الحليب، وهتنزلي فيها بعد ما تغلي برغيفين العيش دول، وهبدا اقلب كده لغايه العيش ما يشرب كل كميه الحليب. تمام كده، عايزين العيش يبوش جدا. في الوصفه ديت لازم العيش يكون بايش جدا كده. اي معلقتين زيت بقى موجودين عندك كده، وابداي ضيفيهم على طول والعجينه معاكي سخنه. حطيت عليهم كده معلقتين كبار من السكر، وهنا بقى كيس فانيليا بطعم البرتقال، ولو مش متاحة عندك اي رشة فانيليا هتديك الطعم الحلو، بس فانيليا البرتقال دي بتديله طعم حلو قوي. معلقة كبيرة من النشا، نص معلقة كبيرة كده من البيكنج باودر، وقلبي المكونات كلها مع بعضها الاول كده. هي عشان سخنة كده بعملها بالمعلقة بس علشان تبرد معايا شوية، فايديا مش مستحملاها، فهجيب الكبة بتاعتي كده وهبدأ اعجنهم في الكبة. تقدري انتي تعجنيهم بايدك من غير الكبة لو مش موجودة عندك، بس انا حبيت اسهل يعني ايه الموضوع شوية. ضربتين اتنين كده في الكبة هتبصي تلاقي العجينة معاكي، الخليط معاكي بقى عجينة وبقى بالقوام اللي انت شايفاه ده، بتكون بتلزق شوية معاكي. هاتي نقطة زيت بقى كده وبلي ايدك بيها، وابدأي شكليهم بالشكل اللي انت عايزاه. انا عملتهم كور كده متوسطة. عايزة اقولك ما بتكونش زلابية، دي بيكون طعم تحفة كده، حاجة اختراع هتعجبكم قوي. هكور بقى الكمية كلها او هشكل الكمية كلها زي ما انا عايزة. جربوها حلوة قوي قوي. على النار بقى كده في زيت سخن، ما يكونش الزيت مقدوح قوي كده، وانزلي بقى الحلويات بتاعتك دي كده علشان عايزين نقليها كده في الزيت. ما تعليش النار عشان ما تاخدش معاكي لون بسرعه ويبقى قلبها ني. خلي النار معاكي كده يعني متوسطه، وابدأي اقلي معاكي كده الحلويات. تاخد معاكي بقى اللون الذهبي القمر ده كده، بتكون مقرمشه من بره وطريه من جوه، بتكون تحفه. حطيت بقى بقيه الكميه كده. محضره معايا هنا كده السيرب او الشربات، بيكون كوبايه سكر على كوبايه ميه، وبنسيبهم على النار كده على نار متوسطة لمدة 8 دقايق، وقبل ما تطفي بتديها رشة من الفانيليا، وبيكون الشربات سخن كده بصوا ده بقى طعمه كيك. طعمه حاجة كده مختلفة تحفة قوي. جربوا لو عجبكم شيروا الفيديو. باي باي.